واللي كان زعلان قوي اللي كان لابس جلابيه واخد وراح ياخد اللقطه وراح يقول لهم انا عايز اروح السينما عشان احضر الفيلم بتاع محمد رمضان. يا حضرتك وبعدين تقول ايه اللي منعني من دخول الفيلم يتمنع من دخول الجنه؟ حد قال لك من دخول ينحرم عليك الحج؟ لا حضرتك، انت كنت رحت فين؟ انت رايح سينما، راح تتفرج على فيلم. انا مش عارفه الناس العاقله بتروح تعمل ايه في السينما، انا ما اعرفهاش بصراحه. يعني ديت انا بشوفها للناس الهاي شويه اللي بياخدوا، والعيال الشباب الصغيرين اللي مستاد واحده عايز يروح بقى السينما. اما انا ما شفتش حد عاقل يروح السينما وفي الزمن المهبب ده عشان التذكره بالشيء الفلاني عشان اتفرج على فيلم. ده احنا اصلا في فيلم ايه اللي احنا نروح نتفرج عليه وندفع الشيء الفلاني؟ ده انا اجيب بقى فرختين واكل العيال بيهم وتبقى ليله على اي فيلم اجنبي على اي كرتون حتى هبقى مبسوطه. حتى لو خدت الاكل ده وقعدت على النهر النيل كده اهو من غير حاجه هبقى سعيده ومبسوطه عليه، يضحكوا ويلعبوا مبسوطين. ما واخد الشغل لابس الجلابيه بتاعتك ورايح السينما. ليه حضرتك؟ ومنعني، واللي منعني ما ينحرم من دخول الحج وبتدعي عليه من قلبك. ده انت رايح استغفر الله العظيم يا ربي سينما انت حبيبها، خلاص روح. ليه عايز يعني تعمل الموضوع وايه وفرق طبقات؟ لا والله مش فرق طبقات ولا حاجه يا حبيبي. روح، عايز اروح السينما روح، عايز تعمل. بس انا كواحده مستحيل اروح ولا حفلات اغاني دي عمري اروحها ابدا، حتى لو ببلاش. انا اقعد في بيتي على سريري هاكل طبقي قدامي ابقى مبسوطه وفرحانه جنب ولادي عايزين ينزلوا